هذه حقيقة خلاف حكيم زياش وإبراهيم دياز. نجم ريال مدريد يتفاءل مع منشورات إبراهيم دياز بقميص المغرب. خرجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتوضيحات بأن هناك خلاف بين حكيم زياش وإبراهيم دياز بعد نهاية المباراة الودية التي جمعت أسود الأطلس بأنغولا أمس الجمعة. وأكد الناطق الرسمي باسم المنتخب المغربي الأول مراد متوكل لا يوجد أي خلاف، حيث قال: لم تكن هناك مشكلة بين اللاعبين، كل شيء صار بشكل جيد. تفاءل نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام بإيجابية مع منشور إبراهيم دياز خلال مباراته الأولى مع منتخب المغرب في ودية أنغولا. ونشر إبراهيم دياز بعد المباراة منشورا باللغة العربية قائلا: سعيد جدا بالمباراة الأولى رفقة المنتخب المغربي، أحاسيس رائعة في أول حضور لي هنا، شكرا لكم على دعمكم. وتفاءل بيلينغهام مع المنشور بتعليق نشر فيه قلبا وأسدا، في إشارة إلى إعجابه بأداء دياز وبقراره النهائي باختيار المنتخب المغربي عوض منتخب إسبانيا.